ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن رمضان. احنا في رمضان طبعا، شهر كريم، كل سنه وانتم طيبين. ف انا جايه اقول لكم يعني يا ريت نعمل خير على قد ما نقدر. لو لقينا حيوانات في الشارع نحط لها اكل، نحط لهم ميه لو الجو حر. بس هو الجو كويس الحمد لله دلوقتي، يعني يا ريت نحط لهم اكل، ندي لحد محتاج فلوس على قد ما نقدر. يدعي لنا دعوه ما نعرفش الدعوه دي ممكن تطلع السما، تعمل معانا فرق كبير قوي في حياتنا. نعمل خير على قد ما نقدر. اللي جواه يعني زي ما بنقول كده بالمصري شوية غباء كده ومن جوه مش حلو كده، يصفي نيته مع الناس ويبقى كويس، يحاول يبقى كويس. يحاول بقدر الامكان يبقى كويس علشان الناس دي يعني هي بتبقى كده، هي مولودة كده يعني، فما بيبقوش كويسين. فيحاولوا يبقوا كويسين. آم، نعمل خير على قد ما نقدر. نقول كلام كويس، نبتسم في وش الناس، ما نضايقش حد بكلامنا. آم، مثلا نساعد حد لو حد محتاج مساعدة. احنا في ايام مفترجة وربنا يتقبل صيامنا ان شاء الله. آم، حاجات بسيطة كده بتفرق قوي 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 معانا، وكمان ربنا هيجازينا خير وهيكرمنا في حياتنا. واحنا في ايام صعبة دلوقتي، ان حد يطلع فلوس وان حد كفاية الاكل والشرب والكلام ده والغلا اللي احنا فيه. بس انت لو طلعت حاجة لله، سواء اكل للحيوانات او اديت فلوس لحد محتاج، ده ثواب كبير قوي وربنا هيضاعف لك فلوسك. ما تخافش ان الفلوس تنقص منك او انت هتدين لو انت طلعت فلوس او الكلام ده كله. لا، انت مش هتدين، انت فلوسك هتزيد ببركة ربنا في ان انت بتعمل خير، وربنا شايف ومطلع انت بتعمل ايه. وكمان خلي كلامك حلو كده مع الناس واضحك في وشهم. ولو حد جالك كده بيكلمك في موضوع مثلا وهو متضايق، طبطب عليه، واسيه، خده كده بالراحة. حتى لو انت مثلا عارف ان الشخص ده يعني رخم كده وانت مسترخمه وكده، وجي بيحكي معاك في موضوع، اسمعه كده للاخر واسمع منه وقول له اعمل كذا، لا اعمل كذا. ما تعرفش ممكن يكون ربنا جايبهولك في الوقت ده عشان يديك بيه ثواب انت ما كنتش متخيل ان هو يجيلك في الوقت ده علشان يديك ثواب او حاجة، او يديك حسنات. فانت حتى الابتسامة، ابتسم في وشه، كلمه بطريقة كويسة. ما تكلمش حد اصلا بطريقة وحشة. اتعامل مع كل الناس كويس. لو حد محتاج حاجة ساعده. اعمل خير على قد ما تقدر في الشهر ده وغير الشهر ده، طول السنة اعمل خير على قد ما تقدر. ربنا هيجازيك خير وهيوقف لك ناس تساعدك في حياتك زي ما انت بتساعد خلق الله. ربنا هيوقف لك برضو اللي يساعدك. وما تقلقش، ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، صدقني. كله متشلك عند ربنا في الدنيا وفي الآخرة.